هو لما تاكل الملوخية ماشي بالودن القطة كده بالعيش المخبوز ده يوديك في دنيا تانية خالص. اعملوا الملوخية بالطريقة بتاعتي دي هتعجبكم جدا، هتاكلوا ملوخية خضراء طول السنة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الملوخيه الخضراء انا هفرزها في الفريزر بورقها كده. تعالوا نخش نشوف الخطوات وهتاكلي ملوخيه خضراء طول السنه ان شاء الله. امشي على الخطوات مظبوطه احلى من بتاعه المحلات مليون مره. يلا قبل ما تغلى وقبل ما تخلص من السوق تعالوا نفرز شويه ملوخيه ان شاء الله تعجبك جدا جدا. يلا نخش على الفيديو نشوف عملنا الملوخيه الخضراء ازاي. هنحط الملوخيه في التلاجة وهي ورقها كده. لا تعالوا نشوف الخطوه اللي احنا هنعملها ونرجع لكم تاني. شايفين الملوخيه في الفريزر بورقها اهو، مش هنخرطها. في البداية نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص هاتي اي كمية ملوخية انت حباها. انا جبت 2 كيلو على قدي، اخلص واعمل تاني لان مش هقدر اقطفهم كلهم، يعني مش هقدر اقطف كمية كبيرة خالص. فانا قطفتها على قد ما قدرت وبعد كده ابتديت اغسلها. انا اغسلها مرة 2 3 4 لحد ما تلاقي المية اللي طالعة منها نظيفة. بص المية اول طالعة منها، بص المية طالعة عاملة لونها ازاي، لونها غامق ازاي. احنا مش عايزين المنظر خالص ده خالص، احنا عايزين ميه بيضه خالص. اغسليها بقى مرتين 3 4 لحد الميه بتاعتها ما تنضف تمام. وبعد كده هننقعها في شويه خل بتاع ربع كوبايه خل كده. الكلام ده انا بقى اقول لك على 2 كيلو ملوخيه. هننقعها في شويه خل كده يعني بتاع ربع كوبايه. الميه غليت اهي. عندي ايه؟ معلقه سكر، معلقه ملح. شايفين؟ معلقه سكر، معلقه ملح. هنفضيها في الخليط ده. حطينا معلقه سكر ومعلقه ملح بس تدوب تمام. وهنبتدي نسقط الملوخيه. بصوا بقى انا هسقط الملوخيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هسقط الكميه كلها. بصوا انا مش هفصل الكاميرا معاكم. بصوا بقى طرف المعلقه بتاعه البهارات صغننه خالص اهي كربونات دي بس اللي هحطها. وبعد كده تعدي من 1 ل10 وتقفلي على الميه بتاعتك المغليه. انا مش عايزاه يغلي زي الباميه زي البسله، لا هي بس يا دوب تدبل كده. وعدي من 1 ل10 واقفلي على الميه المغليه وكده نحطها على ميه ساقعه على طول تمام. خلاص كده انا هقفل عليها. هنوفر معاكي مجهود انك تخرطي، انك لسه هتنزلي تشتري ملوخيه لسه افرضي المتاحه مش موجود كده. الملوخيه تبقى عندك في الفريزر. الشوربه غليت اهي. ادي كيس الملوخيه احطه وهي بتلج كده. نسيبه اول ما يفك بعد كده اضربه في الخلاط. شايفين الاخضر ازاي؟ اول ما يفك هضربه في الخلاط ولا هنخرط ولا الكلام ده خالص. هسيبه بس يفك وبعدين يبرد وبعدين احطه في الخلاط او اضربيه بالهاند بلندر. فكل الناس ما عندهاش هاند بلندر، مش شرط يعني. بالخلاط اسهل حاجه. كده غيرت عليها الميه كذا مره عشان الميه بتاعتها سخنه. بحطها تحت الحنفيه على طول عشان توقف عمليه التسويه بتاعتها. بعد كده احطها على مصفى تحتها بول لحد ما تصفي الميه بتاعتها كلها. اهي ورقه اهي. شايفينها عامله ازاي؟ هسيبها بس تبرد واضربها في الخلاط. انا عندي هاند بلندر بس مش كل الناس عندها هاند بلندر، عشان كده هضربها في الخلاط كمان ما تبرد يعني ان شاء الله. سيبها تبرد واضربها وارجع لكم تاني. حطيتها في الخلاط. احط عليها فصين توم او ربع معلقه توم مفروم وهديهم ضربه كانك بتعملي ملوخيه خضراء وبتاكليها، يعني مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. بس بدل ما تخرطي هتريحي نفسك وفي الخلاط وهتنعميها كانك لسه مخرطاها حالا يعني. شايفين الخضار بتاعها عامل ازاي؟ هنعمل الطشه بتاعتها بقى. يعني حطيت معلقه توم مفروم كده على معلقه. عارفين انا عملت معاكم فيديو قبل كده الدهن اللي اتقلب سمنه بلدي، حطيت منهم معلقه على معلقه زيت. اول ما التومه ابتدت تصفر كده حط معلقه كزبره وهحمرها. وهنعمل الطشه زي ما بتعملي اي طشه عاديه. قسما بالله وانا ما بحبش احلف كتير، الملوخيه تحفه جدا كانك لسه جايباها حالا. هنوفر عليكي بقى التخريط وانك تنزلي. الطشه ما جاتش في التصوير. نسيت افتح الكاميرا. شامين الريحه؟ طيب مش مشكله الطشه ما جاتش بس هي. شامين الريحه بقى؟ شايفين الملوخيه وجمالها؟ شايفين الخضار؟
بس للأمانة الكاميرا ظلمها جدا. اللون والريحة والطعم، لو يعملوا كاميرا بريحة هتعرفوا انا قصدي ايه. دلوقتي هكيس الملوخية على قد الطبخة اللي انت عايزاها. شايفين الملوخية في الكيس لونها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، خضار وحلاوة يعني. هيبقى عندك ملوخية خضراء طول السنة. امشي على الخطوات بس ادعي لي بالله عليكي. دي المية اللي صفت منها. شوف بعينك وحس بقلبك وشم بمناخيري. بصراحة أنا مش عارفة أتغزل فيها إزاي. أحلى ملوخية هتعمليها. هتاكلي ملوخية طول السنة أحلى من بتاعة المحلات مليون مرة. بس أنا صعبان عليا إن الطشة ما جاتش بصراحة. تعرفي يا ولاد في حاجة اسمها ودن قطة؟ احنا نعمل ودن القطة اهي. الملوخية الخضراء بجميلها، بس والله التصوير ظالمها خالص. ادي ودن القطة، شايفين الجمال؟ بسم الله، والله تحفة، كأنك لسه جايباها حالا. ما شاء الله. دي ودن القطة. اللقمة دي بتروح فين بقى؟ تروح في قلبي.